السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم بقصة جديدة، قصة عذاب وحب الشاب وبنت. طبعا القصة وصلتني جديد، فشباب راح نبلش بالقصة مشان ما نطيل عليكم. في قصيدة بنهاية القصيدة لإلي أنا كاتبها. فقصة الحب بلشت عن طريق الموبايل. طبعا وصل رقم البنت لإيد الشاب عن طريق بنت عمه، ووصل رقم الشاب لإيد البنت نفس الشي عن طريق بنت عمه. فهي صارت صلة وصل بيناتهم. فالشاب والبنت حبوا بعضهم، تعرفوا على بعضهم عن طريق الموبايل، على طباع بعضهم، حكوا مع بعضهم عن الشي اللي يحبونه والشي اللي يكرهونه، عن وضعهم المادي وحالتهم، انسجامهم مع الأيام إذا صار نصيب بيناتهم. فحكوا الشاب والبنت كل شي على بساط أحمدي، ما خلوا شي. فبعد سنة من الحكي على الموبايل، سنة ونص تقريبا، البنت صار عندها شك، خاصة بعد ما شيء تسمع على الفيسبوك وعلى اليوتيوب القصص نسمعها كثيرة إن الحب تسلية والحب عن طريق التواصل الاجتماعي فاشل. فقامت جربت الشاب عن طريق رقم ثاني، حكت معاه، فانصدمت من الرد إنه الشاب قالها مرتبط. فنفس الطريقة بعد ما جي الرقم على الشاب، خطرت بباله الفكرة إنه يجرب البنت، إنه زاد من هالشي اللي سمعه انه قصص الحب الفاشلة وكذا. فجرب البنت وانصدم بنفس الجواب انه ارتباط وكذا. فقرر بعد ما صار هالشي هذا وقويت علاقتهم اكثر، بعد ما جربوا بعض وصارت ثقة بيناتهم اكثر، قرر انه يتقدم للبنت. فبعث اهله وراح هو مع اهله على الخطبة. فاخطبوا وقال لهم اسبوع يرد لكم خبر. فالبنت عندها عمام وولد عم. فقام ابن عمها خلال هالاسبوع اللي انطوهم مهلة، حير ابن عمها. فحير ابن عمها ابوها انه ما يريد يعطيها الولد عمها، يعرف ولد عمها شنو طباعهم وشنو من شي، فما راد يعطيها الولد عمها، ما راد يجوزها غصب عنها. يعني بنية مية رضيانة بابن عمها. شنو العلل قلب ابن عمها يعني تا ما رضت فيه. بس مو ما رضت بابن عمها، أبوها قال ما نوقف نصيب البنية، إذا ما تجيب مهرك وتجي ما راح نوقف نصيب البنية، راح نجوزها. فأزلمة راح جاب مهر ودبر مهره ابن عمها، وجاب مهره وساق على البنت وخذها. خذها جي كارب الشاب اللي يحبها وخطبها، إنه في بيناتهم مدري عداوة أو خلاف قديم يعني. ف خذ البنت خلال سنة ونص ظلت عنده، ما صار تفاهم وانسجام بيناتهم، فقام انفصلوا، طلقها. فبعد ما طلق البنت شغلت 10-15 يوم، طلعت البنت راحت للسوق هي وأمها. فشافها الشاب اللي يحبها لسه متيم بهواها، ولسه لا خطب ولا تجوز، لسه على وضعه. فقام الشاب وسألها بعد ما فاتت أمها المحل شلون وضعش وكذا، وتغرب منها وحنوا الأيام الماضية على الحكي على الموبايل والسهرات على الموبايل، ويعني الأطباع والحكي الحكو. فقام الشاب بعد ما رجع البيت شار على أهله إنه بده يخطب البنت مرة ثانية. فقالوا له أهله معلش ما في مشكلة، بس تطلع يصير لها 40 يوم 60 يوم، بس تطلع تعدي شوي بعد ما تطلقت ونرجع نخطبها مرة ثانية، ما في مشكلة. فبعد ما عدت أهل الشاب راحوا واخطبوا البنت مرة ثانية. فطلع ابن عمها الثاني وحير على الشاب نفسه. فبعد ما حير على الشاب نفسه اجى الشاب على أبو البنت قال له أبو البنت قال له خيو مالك نصيب عندنا، شوفت عينك، اتخلص من هذا يجيك هذا، اتخلص من هذا يجيك هذا، مالك نصيب وانت شاب زين ومحترم والله يبعثك من الحلال، ويعني والله العظيم انت سويت اللي عليك وزيادة، واحنا مقدرين هالشي، وانا ما اريد اعطيها لهم بس شوفت عينك. طبعا الابو كذلك الامر، اذا ما تجيب سياق وتاخذها ويش. فالشاب هذا الثاني ابن عمه الثاني ما كان عنده سياق، فاستعمل قوة سلاح، قال اذا خذاها مثلا فلان انا بدي اذبحه. فالاب خاف على الشاب ابن العالم انه ينذبح او كذا او ينضر، او بنته كذلك الامر التأذى. فقال للشاب مالك نصيب عندنا، ومشى الشاب بحال سبيله. الشاب بهالحكي البنت عندها هاتف، وصل لها هاتف بعد ما اهلها اخذوا الهاتف، بعد ما جوزوها على الشاب الاول اخذوا الهاتف، وصل لها هاتف. فحكى معاها وقال لها ياخذون بعضهم ويهربون على كردستان، انه ما يصير هي تظل واقف نصيبها مو متجوزة، وهو كذلك الامر يحبها وما يقدر
يتخلى عنها ويخطب غيرها. فقالت ما أقدر أروح وكذا. فقلت أني هالقصيدة على حالتهم وعلى وضعهم طبعا، ايش رايك نلتقي ونعوف كل شي الفات؟ ايش رايك نلتقي ونعوف كل شي الفات، ونضمد جروحنا ومنحير بالشبقة، وتحير منجيك وأطلب البوسات، وتذبل كالورد وبماين الرد، وتحير منجيك وتحمر منجيك وأطلب البوسات، وتذبل كالورد وبماين الرد. ليش تظل وحيد وأنا ظل مغتاظ؟ ليش تظل وحيد وأنا ظل مغتاظ؟ بخلي الشوق يتغلب على الفرقة، بخلي الشوق يتغلب على الفرقة. عفت بيا جريح إنسان أبو الردات، لو ردت تحسبها تطول بعدها. مدري الخلل بيا وصرت ما محبوب، مدري العشرة ما تغزر لي معشقة. ردتلها قبل أيام عشق وشوق وتغزر المحنة بيا شخص ردتلها قبل أيام عشق وشوق وتغزر المحنة بيا شخص ردته. هسه الناس صارت تعشق النيشان، هسه الناس صارت تعشق النيشان، وتندل الوجع وتزيد من علته. قلت لك هذا كل شي وعشقت هواه، قلت لك هذا كل شي وعشقت هواه. وانطيتك ايامي وقلبي لك شلته، وانطيتك ايامي وقلبي لك شلته. بخلك بهذا طبعك والخوف البيك، بخلك بهذا طبعك والخوف البيك. ودخلي الماضي يشعل بالقلب علته، ودخلي الماضي يشعل بالقلب علته. تحياتي لكم. هاي القصيدة انه شلون هي ظلت يعني ما تجوزت ومحير عليها ابن عمها، وشلون هو ظل وحيد وتعذب ولحد الآن لسه ما تجوز، على أمل انه مع الأيام يجتمع بيها وتصير من نصيبه. فتحياتي لكم وأتمنى منكم المتابعة. أخوكم الشاعر حاتم أحمد الحمو. فقرات